سالم التمركز، كرة ملعوبة جميلة في الاستلام، جميلة وفي كل شيء جميلة. عارف الحاج من بدايتها جميلة، استلام ولا أروع، تقدم مثالي ويضعها في الشباك بطريقة مثالية يفرح من خلالها جمهور. مدافع مغير السرحان هو من واصل كل شيء ويضعها في الشباك. هدف أول لمصلحة، يلعبها جميلة داخل منطقة الجزاء. إذا وصلت لونكا لا يمكن أن تضيع. هذا هو الهداف وهذا هو الذي يعرف طريق المرمى جيدا. الآن أنت متصدر لترتيب الهدافين يا ونكا ب10 أهداف يا ونكا، وأنت بدأت في مرحلة الإياب. هذا كيف لو بدأ من الذهاب. هدف ثاني لمصلحة الفيصلي يعزز النتيجة بهدف ثاني، ولكن شوف تمريرة قصي ورائعة كانت من عارف، تسديدة عارف وهنا يحرز ونكا. شوف هنا قصي تمريرة جميلة إلى عارف، وعارف راوغ وسدد، ومحمد خير تصدى لها ووصلت للذي كانت التشكيلة. خالد زكريا هنا ثالث الأهداف. رونالد ونكا يطير الآن في صدارة الهدافين وبفارق 3 أهداف عن أقرب المنافسين. ونكا ماكينة الأهداف التي لا تتوقف هنا، السلاح الفتاك الفيصلاوي. شوف بداية الكرة وهنا ونكا يحرز ثالث الأهداف، ومن في صناعة الهدف نار مع الشيد ونور أبو الريش، ويحرز أول الأهداف لمصلحة نادي مغير السرحان. يضعها على يمين الحارس نور بني عطية. هدف تخليص مغير السرحان. ركلة جزاء هنا، الحالة التي احتسب من خلالها المدرب من الحكم أحمد يعقوب. ركلة الجزاء للنادي الفيصلي، وفي هذه اللحظات أحمد يعقوب إلى حاتم تمريرة جميلة إلى عارف الحاج. يا سلام يا سلام يا سلام يا عارف، أنت لوحدك سيمفونية، تعزف لوحدك يا عارف. أداء، مهارة، تألق، ويحرز رابع الأهداف لمصلحة النادي الفيصلي. ختامها مسك هنا بأختام اللاعب عارف الحاج، الذي بالفعل كان هو أفضل اللاعبين في هذا اللقاء وكان علامة فارقة. شوف المجهود، نتكلم عن الدقيقة 83 وشاهد هنا عارف كيف يتعامل مع الكرات. ودو جميل كينما عبد الله خالد وعارف الحاج، وعارف يضعها على يمين حاتم الرشدي. حاتم وعارف وونكا تقدم، وهنا تمريرة من حاتم إلى عارف. عارف الحاج يضعها من فوق الحارس محمد خير. لم يبقى كلام لك يا عارف بالأمانة نقوله أكثر مما قلنا يا عارف. شوف عارف القادم من الخلف، هذا اللاعب هو الخطر فيه وجود المساحات، وعند نادي مغير السرحان موجودة المساحات. لاعب يمتلك السرعة والمهارة، وشوف كيف يتعامل. تبقى الرشدي إلى عارف الحاج. عارف في الاستلام والتقدم. عارف ضاعت يا عارف، ضاعت.